عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. دي عاشورة، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل، مش عايزة اطول عليكم، ده ربع كيلو عاشورة حطيناه على النار. هقول لكم انا عملته ازاي، بس انا هحط اللبن الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو لبن. انا حطيت نص كيلو، 2 كيلو لبن على ربع كيلو قمح مبشور. اللي مش عارف القمح المبشور بيتجاب من عند العطار، بيبقى القمح بس مبشور، يعني مش بيبقى بحاله. انا من امبارح وانا نقعاه. وبعدين قمت الصبح لقيته قرب يستوي، غليته كده غلوه واستوى على طول. بس هنحطه على النار كده ياخد غلوه مع بعض، وبعد كده هقول لكم هنحط ايه. هنحط النشا ونحط ايه، كريمه خام. بصوا غليت ازاي وهي اصلا مستويه اهي. شايفين مستويه ازاي؟ زي البليله بالظبط. انا خدت حبه من القمح وضربته بالهاند بلندر. اللي ما عندوش هاند بلندر يحط في الخلاط حبه، بيدوله طعم حلو وبيخليه مجروش كده. بيخليه مش كله قمح، ان هو بليله. هو مش بليله، هي عاشوره. نحط السكر بقى. كوبايه سكر، كوبايه سكر على 2 كيلو لبن على ربع كيلو قمح مبشور. بس ونقلبه كده. وهنحط بقى النشا. هقول لكم هحط قد ايه. هحط نشا 4 معالق نشا كبار زي دول، ومعلقتين كريمه بتاع ده. اللهم صل على النبي. اللي هو كريمه خام. كريمه خام معلقتين. نحطهم مع بعض في حبه ميه ونحطهم ايه على العاشوره دلوقتي. هي كانت بتغلي. انا حطيت اهو 4 معالق نشا كبار ومعلقتين كريمه خام وحبه فانيليا صغيره. ونحط بقى ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عايزة نشا تاني نحط، بس المشكلة اوعى حد يغلط فيها، ان هو لازم النشا يتدوب في ميه من الحنفيه، مش ميه سخنه، عشان ما يكلكعش. والعاشوره ما تبقاش تقيله قوي، عشان هي بعد كده هتتقل لما تبرد. وكل سنه وانتم طيبين يا رب. يعود علينا وعليكم بخير يا رب. ايام مفترجه يا رب. يستجيب الدعاء لينا ولولادنا ويسترها معانا. ويا رب يديمكم في حياتي وافضل معاكم على طول. ربنا يكرمني يا رب يكرمكم. بس كده. نقعد بقى نقلب فيها كده لغايه ما تتقل. لو عايزه تاني نشا نحط معلقتين نشا نعلي عليها واوريكم هي عملت ازاي. بصوا عملت ازاي، هوريهولكم قبل ما اقفل عليها. بس لفت ازاي، متبقاش تقيله قوي ولا خفيفه قوي. خلاص اطفي عليها. بس نجرف بقى في الاطباق واوريها لكم. بصوا وانا بغرف كده، شايفين اهي. نجرف في الاطباق اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هي تبرد بقى، بعدين نحطها في التلاجة. بس الاطباق دي مش عايزه تتحط في التلاجة كده، لازم بيسترتش يتقفل عشان بتشقق وتنشف. اهي نعمل طبق كمان. وفين بقى الاشتراك في القناه، وفين اللايك، وفين فعلوا الجرس؟ يلا يلا دوسوا 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 على اي حاجه. كل سنه وانتم طيبين وعيالكم طيبين يا رب. قلت ايه، اعمل عاشوره معاكم كده بطريقتي. انا ماليش دعوه بحد، يعني انا بعمل بطريقتي بالحاجه اللي انا متعوده عليها. بعد كده هكمل مع نفسي. دلوقتي العاشوره دي اتعملت ازاي. من بالليل القمح اتجاب واتغسل وبعدين رحت جبت حله، اللي هي الحله دي. بعد ما غسلته رحت حطيت فيه ميه على النار، وغلي غلوه واحده. تطفوا عليه وتغطوا عليه وتسيبوه. تاني يوم هتلاقوه فشر زي ما انتوا شايفين. فشر
خلاص بقى بليله بقى، يا دوبك غلوه واحده، مش هيقعد كتير على النار، يا دوبك غلوه واحده بقى. وتعملوا زي ما انا عملت لكم كده، تحطوا لبن كل واحد على قده، فيه بيجيب ربع وفيه بيجيب تمن، كل واحد على قد ايه الاسره بتاعته. وان شاء الله دي حاجه سريعه يعني، انا مجربوها، ووالدتي ربنا يرحمها يا رب كانت مجربوها، سهله ما تحطش كتير على النار وتنجز الوقت. وكل سنه وانتم طيبين يا رب. هغرف واجيلكوا تاني. ودي كانت اطباقي معاكم العاشوره. انا هكمل الباقي مع نفسي بقى. كل سنه وانتم طيبين. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعليق حلو كده منكم. يلا كل سنه وانتم طيبين. قابلكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.